مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وطيبين وسعداء، اللهم آمين يا رب. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الأكلة المفضلة عند مم، في بيت رانيا ميكس وجوزي بيحبها جدا، المحشي طبعا بكل أنواعه، المشكل والكرنب. أول كل أول المحاشي هو الكرنب طبعا. وإن شاء الله هنعمل مع بعض. تقدروا تقولوا الديك الرومي. لو مثلا عندك مثلا فرخة اللي هي الأمهات الكبيرة دي، فأنا بصراحة اللي قدامكم دي كانت فرخة أمهات عبارة عن 6 كيلو ونص، تبارك الرحمن. هو والله هي وزنتها لي لقيتها 6 كيلو ونص. فانا قلت ايه، قلت يلا نتوكل على الله، والكل طلب عليها محشي، فقلنا خلاص. فجوزي ما كانش مصدق ان انا هعرف اسويها من غير ما اقطعها. انا لان هو بيحب الفراخ وبيحب يعني انواع الفراخ كلها بيحبها تبقى سليمه. فانا قلنا ان شاء الله هنتوكل على الله وهنعملها. طبعا انتوا عارفين التتبيله بتاعت رانيا، البصل والملح والفلفل والحبان واللورة المطحونين، ونقلب كويس قوي وندعك البصل لحد ما الاقيه نزل معايا ميه زي ما انتوا شايفين كده. باجي بقى دلوقتي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بنروح ايه بحشي كل حتة فيه الديك بتاعي. او هي بصراحة كان ديك، هو كان يعتبر ده كان اصغر حاجة عندهم، اللي هو ال6 كيلو ده كان اصغر حاجة. بحشي كله كويس جدا من تحت الجلد، وطبعا انا بكون مخليه، بكون نقعاه قبلها طبعا، غسلاه كويس جدا ونقعاه بالميه والملح والدقيق ومعلقه طحينه ومعلقه صغيره من الجنزبيل البودر. وانسي اي زفارة هتلاقيها. وطبعا ما تنسيش طبعا لو عندك قشر برتقان او عندك بشر برتقان حطيه، او ليمون عادي. بعد ما بخلص الحشو كويس، طبعا انا ما كنتش عارفه امسك الرجلين، تبارك الرحمن، هتتفك مني زي ما انتم شايفين، فانا كنت ماسكاها بالعافيه. فانتوا عارفين ان انا بحب ان انا ايه دايما اقفل الرجول بالشكل ده. زي ما قلت لكم ان دي كانت ازمتي من صغري. كانت ازمتي فعلا في حته الرجول دي. المهم بقفلها كويس قوي قوي باي كيس عندك، بكيس تلاجة، اي كيس عندك، وبتملك منها كويس قوي. ودلوقتي هي جاهزه على انها تنزل في الشوربه او الميه بتاعتها. الشوربه بقى بتاعتها احنا حطيناها طبعا اهو زي ما انتم شايفين. حاطه حوالي قشرتين ليمون علشان تلغي اي زفاره، ودي السر جميل جدا عندي. وتوابل فراخ وملح وفلفل ومرق الدجاج. تعالوا هنا بقى ايه للمحشي بتاعنا. سيحت حتة ليا حلوة كده يعني تملى العين كده، ان انا بعمل كمية كبيرة وبشيل جزء في الفريزر يبقى جاهز عندي لأي وقت اطلعه. وبنزل طبعا بكمية بصل، انا حوالي نازلة بأكتر من كيلو بصل، ممكن اكون نازلة بحوالي كيلو ونص بصل، على فلفل حامي متقطع. وبننزل طبعا من معلقة من الملح، واقلب لحد بس البصل ما يدبل معايا. اول ما احس ان البصل بدأ يدبل كده، بنزل بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل، معلقة سكر، بهارات لحمة او 7 بهارات عندك زي ما انت شايفة كده، وكزبرة وكمون وكبابة صيني. وبنقلب بقى مع البصل. اول ما الريحة تقلب الدنيا في الشقة عندك وفي البيت عندك، هتبتدي بقى تجهزي الصلصة بتاعتنا. انا دايما الصلصة بتاعتي لازم قبليها القوطة تكون مغلية، لازم اكون مديها غلوة الاول قبل ما اعمل بها اي حاجة عندي. وبعد كده بضربها في الخلاط ضرب متقطع، ما يبقاش ناعم، عايزاها تبقى فيها قطع كده صغيرة، او اضربها في الكبة. وبنزل على طول على البصل بتاعي. بس انا لسه هحط طبعا كميه تانية اهو زي ما انتم شايفين، لان انا زي ما قلت لكم انا هعمل كميه كبيره. فتبارك الرحمن هنعمل جزء وجزء هنشيله في الفريزر. وبقلب كويس قوي، وبظبط طبعا الملح بتاعي، وبغطيها ايه لحد ما تتسبك كويس معايا كده. الصلصه خلاص. بنيجي بقى على طول للخلطه بتاعتنا. طبعا احنا عاملين محشي مع بعض كتير جدا. انا عندي هنا رز حوالي يعني كميه كبيره،
بانزل على طول بالصلصة بتاعتي وبزيت، لازم تنزلي بكمية زيت، ممكن هاقول لِك ممكن ربع كوباية والّا حاجة، علشان الرز يبقى مفلفل كده معانا، وبافضل أقلّب الصلصة كويس أوي لحد ما ألاقيها اتشرّبت الرز بتاعي، لازم أتأكد إن هي اتشرّبت من الرز بتاعي كويس جدًا، جدًا، وأقلّب كويس أوي، أوي. بعد كده بابتدي بقى أنزل بقى بالخضرة بتاعتي الكمية اللي أنا عايزاها، بس لازم أقلّب الأول ال الصلصة والملح، أضبط الملح بتاعي، وبعد كده في الآخر أروح حاطة الإيه، أحط الخضرة عشان أعرف أقلّب وأعرف أوزن الكمية بتاعة الخضرة هاحتاج أكتر والّا لأ. بُصّوا بقى الكمية قد اللي إحنا حطيناها، هنقلّب بقى كل ده، هاروح أقلبها بإيدي عشان طبعًا أنتم عارفين مش هينفع إن إحنا نقلّب بالمعلقة، لإن الكمية ما شاء الله كبيرة، فلازم أنا بإيدي عشان أتملّك أكتر. باقلّب كويس جدًا، جدًا لحد ما ألاقي الخلطة بتاعتي بقت زي تمام التمام كده واتشربت كلّها من بعضها وكل الطعم كلّه بقى فيها كويس أوي، ما فيش جزء أبيض. بعد كده باجيب الحلة الكبيرة طبعًا حلة العيلة بتاعتنا، باجيبها وبانزل بالعروق بتاعة الكرنب، أنا طبعًا العروق اللي أنتم شايفينها دي والكرنب أنا مخزناه بقى له أكتر من 3 شهور، يا نهار أبيض يا رانيا 3 شهور! أقسم بالله العظيم أكتر من 3 شهور، وزي ما أنتم شايفين كده طالع بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. يعني بُصّوا الطريقة بتاعتي لا يُعلى عليها، اللهم صل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بقى لي أكتر من حوالي 3 سنين أنا معتمدة الطريقة دي. إن شاء الله هاحط لكم برضه اللينك برضه بتاع تخزين الكرنب، هتخزّنيه من السنة للسنة مش شهور، هتخزّنيه للسنة للسنة إن شاء الله. أنا باوريكم أهو لو في جزئين متقطعين أو جزئين صغيرين ما باسيبهمش، أهو باحطهم على بعض وبنفس الطريقة دي. الحمد لله أنا معروفة جدًا بالمحشي بتاعي، الحمد لله رب العالمين. أدي دلوقتي حطينا الشوربة بتاعتنا، وطبعًا أنا لازم ضروري الشوربة تكون دسمة، لازم طبعًا أنا باقول لكم دي ما شاء الله الفرخة فنزّلت شوربة دسمة جدًا. دلوقتي المحشي بدأ يستوي معايا أهو، وباغطيه وباجي دلوقتي على الفلفل، دي الفلفل والبتنجان والكوسة، باغطيهم مع بعض. أنا باوريكم هنا الفرخة خلاص، الفرخة كده إيه بدأت خلاص، بقت إيه دخلت في السوا. الخلطة دي بقى اللي هنعملها ال ال الديك بتاعنا أو الفرخة الكبيرة بتاعتنا، بنعمل لها إيه ملح بقى معايا معلقتين من الصلصة، أو لو صلصة المحشي عادي تاخدي منها، ومرقة فورية أو بهارات فراخ وملح وفلفل ورشة حبهان، وطبعًا تحطي إيه معلقتين كبار كده محترمين من الزيت، وتقلبي كويس أوي، أوي الخلطة دي، وتدهني الديك بتاعنا. وعايزة أقول لِك يعني مهما أوصف لِك الطعم كان عامل إزاي، برضه أنا طبعًا كنت هنا خلاص خلّصت الخضرة بصراحة، ما كانش عندي خضرة كتير، أنا كان نفسي يبقى في خضرة أكتر من كده عشان أحطه عشان أفرشها تحتيه، بس أنا بقيت بُصّوا عمّالة أوزّع بالعافية قبل ما أخرّجها برّه، فحلو أوي رضا. المهم إيه، المهم إيه، المهم الديك بتاعنا، مش مهم بقى الخضرة بقى نعمل إيه. يالّا بقى ودلوقتي حطينا الأكل بتاعنا أهو، عايزة أقول لكم يعني أنا عن نفسي أقول لكم اتفضلوا والله، كان نفسي. يالّا إن شاء الله بس أنتم جرّبوا بس الطريقة بتاعتي دي، وإن شاء الله هتدعي لي بأمر الله. المحشي أنا معروفة بيه جدًا يا جماعة، شايفين الديك جوزي ما كانش مصدّق إن أنا قدرت أعمل الحجم ده وسليمة مش قطعة واحدة ومسلوق كمان. يالّا ما تنسيش اللايك بقى.